سلام سلام زينات، فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى انه يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحة واحسن الاحوال. وصفتنا لنهار اليوم هي طبق تقليدي جزائري بزاف بنين يا البنات. كل منطقة واش تسميه، كاين اللي يقولوا له افطير اوقسول، كاين يقولوا له فطير البرمة، كاين يقولوا ايضا قطع ورمي. احنا يعني نعيطوا له قطع ورمي. هو طبق كما قلت لكم بزاف بنين، طبق شتوي. على بالي راح تقولوا لي رانا الصيف كيفاش تجيبي لنا هذا الطبق، لكنه ينتكل مام في الصيف. صدقوني طبق بزاف بنين. عندي هنايا رطل تاع دقيق رطب، زدت له ملعقه صغيره تاع فارين عفوا تاع الملح هكا، وطميته بالماء، يعني عجينه عاديه هكذا. تجيكم عجينه ما تجيش طريه مع الاول، خلوها شويه يعني شويه يابسه هكذا، وخليتها تريح. من جهه اخرى رحت حكمت هنا طنجره تاعي، درت فيها كميه من البصل مع زيت وملعقه تاع طماطم مصبره هكذا، وحمستهم مع بعض. خليو هذاك البصل يتقلى مليح هكذا. طماطم كي تقلوها مع الاول تجيكم احسن. قطعت بطاطا ايضا هكا اون بتي كيب هكذا صغيره، اون بتي دي قطعوها صغيره هكذا، وقلوها مع هذاك البصل هذا حوالي 5 دقائق فقط. وبعد زدت لها التوابل. للتوابل نحتاج الملح، فلفل كحل، فلفل عكري، هذا واش نحتاجو في هذه الوصفه. هكذا نخلطوهم مع بعض، نزيدو كميه من الماء الدافئ هكذا كما تعودتوا معايا. انا دائما نقلي اولا واحد 10 دقائق، ومن بعد باش مرقت الماء ساخن هكذا. وفي الاخير زدت لها هاد الفلفل قناوه ولا فلفل دريس باش هاد الاكله تجينا حاره. عاودت وليت لهذيك العجينه تاعي بعد ما ريحت معايا، حكمتها عجنتها البنات. انا هذا الدقيق يعني بعد وليدي يشريه لي ما جابليش نوعيه مليحه هكذا، ما ساعدنيش في الخدمه ديالو. انتوما كي تروحوا تشروا دقيق شوفوا هذاك النوعيه اللي تكون مليحه، يجي صفر اللون تاعو يعني يكون صفر، هذاك عرفوا بلي دقيق مليح. وكاين يعني ماركات كثيره، كل وحده واش متعوده دير. المهم كما قلت لكم انا هذا ما عجبنيش هكذا. حكميه عجنيه بين يديك مليح. سيدات الاحرار الجزائريات كامل يعرفوا يعجنوا هكذا البنات. كما قلت لكم هذه الاكله احنا يعني امي قبايليه تعودنا عليها ملي كنا صغار ناكلوها، وحتى ولادنا ولفناهم عليها ولاو يحبوها هكذا. بعد ما عجنت هذاك العجين مليح، درتو كويرات كما راكم تشوفوا، استعينوا هكا بالزيت، ديروهم كويرات صغار. انا هنا ما حبيتش نديرهم كبار يعني للمبتدئات هكذا، يعني باش تحلوهم شويه صغيورين تقدروا ترفدوا العجينه هكذا. دوك انا نحل كامل هاد الكميه ودرتها فوق صينيه دهنتها بالزيت، وزدت دهنتهم كامل من الفوق بالزيت باش ما تترباليش هذيك القشره. بعد نحكمو كيس هايليك، شوفوا كيفاش تجي الكويره، ما ديروهاش كبيره. نحكمو كيس غذائي بلاستيكي نغطو به هذيك العجينه هكذا، ونخلوها تريح. انا خليتها واحد نصف ساعه. نروحو نحكمو كويره هكذا كيما راكم تشوفوا معايا، درت لها في الزيت ومن بعد نبدا نحل فيها. حلوها هكا بهذه الطريقه، حلوها تكون رقيقه البنات هكذا.
كيما راكم تشوفوا معايا. نحلوها هكذا. تشوفوا الدقيق العجينه راهي تتقطع معايا كما قلت لكم. الدقيق النوعيه تاعو ما عجبتنيش، عيانه، لكن يعني وفات لي بالغرض. هكذا نحلوها. هذا انا هذيك اللي حليتها كنت درتها في المرق. راح لي المقطع دوك نوريكم هذه كيفاش تحطوها فوق في المرق. هكذا حلوها كما قلت لكم، لازم تكون رقيقه هكذا حتى يبان لكم لو بلان دو طرافاي بهذه الطريقه. بعد رفدت العجينه هكذا البنات وحطيتها في المرق ورميت عليها شويه مرقه ونخليها طيب. نزيد نروح نحل كريه واحده اخرى بنفس الطريقه بنفس السمك. ما تحلوهاش خشينه البنات. هكذا نعاود نرفدها. هذاك اللي كان في الطاجين كما راكم تشوفوا فيه ندرنيه بالمغرفه هكذا على الجنب، ونزيد نحط هكذا هذيك العجينه، ونقعد نتبع هذه الطريقه حتى نكمل كامل الكريات هكذا. نزيد معكم هذه هكذا. نروح كيما راكم تشوفوا للطنجره تاعي ندنيهم ونحط وحده فوق المرق هكذا باش ما يجينيش معجن. هكذا البنات ما تحطوش يعني وحده فوق وحده يتعجن لكم. هكذا دنوهم على جنب ورموا وحده. نظن راكم فهمتوني. هكذا البنات نخليوها شويه هذيك العجينه باش طيب معانا هكذا. وكل مره ندني وندير وحده فوقها. هنا كان طاب معايا القطع ورمي جاي البنات بزاف بنين، جا حار. زدت له رشه تاع زيت الزيتون من الفوق. اللي يحب يضيف له ايضا كميه من الحشيش يزيد له شويه حشيش. كاين هنايا اللي تاني يدير له كميه من العدس كيكون يطيب فيه. كل واحد يعني والاختيار تاعو. انا فضلت نديرو غير بالبطاطا برك. هذا مكان وجا بنين. هو كما قلت لكم طبق احنا يعني من جهة القبائل امي كانت طيبه لنا بزاف هكذا، تربينا عليه وقعدنا هكذاك نحبوه. ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم وتعودوا تعتمدوها كوصفه. وما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر.